الخلطه هي عملتها. انا بعمل هنا الرز، بعمل الصلصه ني في ني، وبعد كده بشوح الرز. ممكن ما تشوحيهوش عادي يعني، بس انا بشوحه يعني شويه صغيره، وبعدين بروح طافيه عليه. تمام. وبجهز الخضره دي. الخضره ما بحبش احطها مع الصلصه او رز هو سخن عشان ما تتبلش، بحبها تبقى فريش كده وصابحه معايا. تعالوا بقى اقول لكم هنعمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. نفضيها بقى كده. بس قلت لا خلينا بقى نعمل في حاجه نظيفه وكده. مجهزه معايا اهوت اللي هحشي فيها. دي هعمل بقى فيها الكرنب. بحط بقى حاجات في الارضيه كده زي بصل وطماطم وخضره كده يعني. مش حابه تحطي، ممكن تحطي عروق كرنب عادي جدا. نركز بقى في الاكل. هحط بقى بعد ما الرز بقى برد بالصلصه، بنزل بالخضره كده تبقى فريش. العود كبير قوي، ايه اللي جابك هنا انت؟ ننزل بقى بالخضره فريش كده، عشان لو حطيتيها والرز سخن هتعمل ايه؟ هتدبل. فاحنا عايزين الخضره ريحتها حلوه فيها كده وتكون خضره وفريش. وهنا برضو ايه، بصله كده نيه مع فصين توم، بتدي ريحه عاليه جدا وتست عالي قوي قوي للمحشي. يعني عملت بصلايه حمرت، بصي ريحتها تحفه، بصل تحفه. هتحطي بقى ايه يعني بعد ما تعملي الخلطه بتاعتك عادي جدا وتقلي احنا في الشتاء فما تخافيش من التقليه يعني. هتقلي بقى البصله وتعمليها وتعملي الصلصه بتاعتك عادي جدا جدا. هتيجي بقى في الاخر وانت بتقلبي الرز مع الخضره، تحطي بقى بصلايه فروميها مع فص ثوم. بجد بيدي تست عالي قوي قوي البصل الني دوت في اخر الخلطه كده مع فص ثوم. هبدا بقى اقلب الخلطه زي ما انتم عارفين اللي هيقول الخلطه بتاعتك الطماطم مش حمراء اهي طماطم حمراء اهي، عشان التعليقات اللي بتيجي وبسمعها ناس تقول الطماطم مش حمراء والرز ابيض اهو، والخضره ما شاء الله كتير مظبطين حالنا. انا عارفه ان كلكم شاطرين يعني وبتعملوا كل حاجه، بس طبعا كل بيت بقى وليه ايه عاداته وتقاليده، وليه ايه طريقته في الاكل يعني. بس اهم حاجه مظبطه ملح وكموني وكل حاجه في الصلصه وانا عاملاها، اني حاطه كل التوابل وحاطه كل البهارات وحاطه. خلاص بقى كده تمام. هنروح بقى نشوف اللحمه بتاعتنا نشوحها ونشوف هنعمل ايه. بشوح بقى اللحمه لحد ما تاخد لون كده عشان تبقى حلوه، وبعدين احط عليها التوابل وانزل عليها بالميه السخنه. طب انا بشوحها ليه؟ عشان تاخد اللون الحلو ده كده كانها مشويه بقى، واحط عليها البهارات بتاعتها بقى وتاخد الطعم الحلو بقى وانتوا فاهمين يعني. وطبعا هنا برضو كنت حاطه الفراخ في الفرن عايشه حياتها، تبلتها بس المقطع ده ما تصورش. الفراخ بقى في الفرن عايشه حياتها، وقلت بقى ايه اروح اعمل اللحمه. وجهزت كده تتبيله المحشي وحاجه المحشي كلها جاهزه معايا. وقبل ما اروح اعمل المحشي والفه في الحلل، احط اللحمه تستوي مع نفسها كده على ما انا ما ايه مخلص لف في المحشي. هنا نزلت بقى بالبهارات اللي بنحبها طبعا كلها في المحشي حطيها، السبع بهارات، الحبهان، الكمون، كل اللي عندك في التوابل بتحبيه على اللحمه حطيه. وبعدين بقى شوحتها تشويحه حلوه قوي لحد ما خدت اللون الحلو قوي كانها مشويه كده. وبعدين رحت نازله عليها بقى بميه سخنه وسبتها عايشه حياتها. نزلت هنا بقى رحت جايبه الصينيه وقعدت على الارض بقى، قلت الواحد ايه ياخد راحته كده ويبحبحها شويه، مش هفضل واقفه على رجلي يعني وانا بلف المحشي انتوا فاهمين يعني. فقلت بقى ايه هقعد بقى كده، وجبت الصواني بتاعتي وظبطتها، ورحت قاعده بقى حشيت البتنجان والكوسه والفلفل في صينيه، وفرشت الارضيه بتاعتها زي ما انتم شايفين كده زي ما قلت لكم، وفرشتها بقى واخدين بالكم. وبعدين بقى هي دي كانت النتيجه معانا بعد ما خلصت بقى الاكل. ويا رب يكون الفيديو كده خفيف على قلبكم وعجبكم ان شاء الله. ما تنسوش بقى تعملوا لنا لايك للفيديو ان كان عجبكم. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، وانتظروني هعمل لكم فيديو حلو جدا الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.